adduun weynuhu hadduu shalay isugu faanaya awood ciidan mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed maantay dunidu waxay ka siman tahay cudurka safmareenka ah ee coronavirus dawlad kastana maanta waxay dhaqaalaha ugu badan ku bixinaysaa si ay ugu adkaan lahayd cudurka safmareenka ah ee coronavirus kaasoo ay la dhibaatoonayaan waddamada caalamka ugu awoodda badan ee Maraykan, China, Italy, Spain, Jarmalka iyo Ingiriiska. cudurka coronavirus waxa uu gaaray waddamada caalamka badankood inkastoo ay u kala daran yihiin saamaynta uu ku reebay cudurka coronavirus. marba marka ka dambaysa waxaa sii badanaysa kor u kaca kiisaska coronavirus ee waddamada caalamka balse waa imtixaan alleh oo ilaahay waxaanu leenahay caalamka ha ka samata bixiyo cudurka soo wajahay. شكرا كورونا فقد وحدت البشرية لأول مرة في التاريخ، وحدت بين الغني والفقير، بين الحاكم والمحكوم، بين السياسي شكرا كورونا. هذا الوباء الذي نزل وهذا الوباء الذي عم، على الرغم من أنه وباء إلا أن فيه خير وعافية. لما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت كورونا لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأغلقت كورونا بفضل الله وبأمر الله والذي سلط علينا هذا البلاء. أغلقوا جميع الخمارات بكورونا، أغلقوا جميع الخمارات بكورونا، أغلقوا جميع المقاهي ومنعوا الشيش والدخان بكورونا، أغلقوا جميع دور السينما على مستوى العالم بأسره، المسلم والكافر، البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة. شكرا كورونا. بكورونا أغلقوا بيوت الدعارة على مستوى العالم بأسره. بكورونا منعوا شرب الدخان. شكرا كورونا. بكورونا منعوا شرب الشيشة في جميع بلاد العالم بأسره. شكرا كورونا. بكورونا أغلقوا المراقص على مستوى العالم بأسره. شكرا كورونا. بسبب كورونا منعوا الاختلاط بين الجنسين. شكرا كورونا. بسبب كورونا ألبس الرجال والنساء النقاب الكمامات. شكرا كورونا. هل ظلمنا الكورونا فخفنا منه ونحن المرعبون؟ نحن البشر. الكورونا لا يكذب ونحن الكذابون. الكورونا لا يسرق ونحن النهابون. الكورونا يذكرنا بأن أمهاتنا وآباءنا أجسادهم هشة وقلوبهم، ونحن نشعر بالمنة إذا هاتفناهم. فتحنا دورا لكل رذيلة، والكورونا أقفلها وأوقف الخيانات وأعاد الناس إلى بيوتها تكتشف معنى الأسرة من جديد على نظافة. الكورونا يقتل 2%، نفس نسبة الناجين من قصف طائرات غازية بخرها رجال دين لتقتل شعبا من دين آخر. ليس للكورونا صواريخ يهرس ببارودها أجساد الأطفال، أصلا الكورونا لا يقتل الأطفال، نحن نقتلهم. الكورونا نظف البيئة ونحن نلوثها. الكورونا لا يميز بين لون وعرق ودين، ونحن نحرق النفوس على الهوية. الكورونا لا يستهدف الفقراء دون الأغنياء، ولا يخاف الحكام الذين أخافوا الناس ولا يخافون رب الناس. الكورونا مرض سيكتشفون له الدواء، أما أمراض البشرية فلا شفاء منها إلا في السماء.